أنا أمي ماتت بسبب دكتور اسمه محمود زكريا الغريب، استشاري العمود الفقري والعظام، وأنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه. الدكتور ده ليه عياداته في أكتوبر وليه عياداته في المهندسين، وما زال على قيد العمل في مستشفى معهد ناصر. اللي حصل إن ماما كانت بتعاني جامد جدا من العيد الصغير بسبب إن هي وقعت من وجع في ظهرها، ولما رحنا لكذا دكتور كل الدكاترة قالوا إن ماما عندها انزلاق غضروفي متعدد ولازم تعمل عملية استئصال للغضاريف. ماما كانت مريضة سكر وما ينفعش تعمل بالجراحة العادية، وقالوا ان في تقنية عالية اسمها جراحة بالميكروسكوب، ودي بتكون الجرح بتاعها نص سنتي او سنتي او سنتي ونص بالكتير قوي، وبتكون تقنيتها عالية جدا وامان لمرضى السكر. عملنا سيرش لكذا دكتور لغاية ما وصلنا لدكتور اسمه محمود زكريا الغريب على الفيسبوك. تواصلنا معاه واتفقنا معاه على العملية. قال لنا ان تكلفة العملية 60,000، وحدد لنا يوم 21/5/2025 ان احنا نروح مستشفى دار العظام في مجمع رفايدة في الشيخ زايد، وقال لنا نعمل تحاليل وأشعة قبل العملية. وبالفعل عملنا كل ده وتوجهنا للمستشفى الساعة 7 الصبح يوم 21/5. ماما دخلت العمليات الساعة 1، خرجت الساعة 5:15 مركبة جهاز نازل في مناخيرها اللي هو بتاع الأكسجين، ومركبة درنقة. لما سألنا الدكتور ليه يا دكتور حضرتك مركب لها كده وهي عاملة عملية في ظهرها المفروض، قال لنا اطمنوا مفيش حاجة، هو حصل إصابة بسيطة في الأم الجافية، ولا قال لنا ايه هي الأم الجافية ولا ايه أضرارها ولا مضاعفاتها لما بتتصاب، وكان كلامه سطحي جدا. عمل العملية واختفى من المستشفى، وأهم حاجة عنده كان إن ماما تطلع وتعمل التشيك اوت من المستشفى وتمشي. احنا طبعا كنا شايفين ان حالة ماما غير مستقرة تماما وما ينفعش ان هي تمشي، وصممنا ان هي تقعد، برغم ان اليوم الواحد في المستشفى بتاع دار العظام كان ب5500 جنيه، وما ينفعش ان احنا نمشي علشان ماما حالتها غير مستقرة. بعدين قعدنا ماما غصب عنه خارج عن ارادته، قعدت لحد يوم 24/5، وجينا يوم 24/5 واحنا خلاص ماشيين وعملنا اجراءات الخروج من المستشفى، بنعمل لماما شاور بسيط كده علشان خاطر تمشي وهي تمام. اتفاجئنا بلزق كبير قوي على ظهرها، وهو كان منبه علينا ما نغيرش على الجرح نهائي. تحت اللزق ده اكتشفنا ان في جرح ما يعادل من 10 ل15 سنتي، وهو ما قالناش ان هو عامل بالجراحة العادية. واجهناه قلنا له يا دكتور حضرتك ازاي عملت بالجراحة العادية واخليت بالاتفاق اللي احنا كنا متفقين عليه؟ اهم حاجة عنده ما كناش نعمل شوشرة في المستشفى، وقال لنا شوفوا انتوا عايزين ايه، لو على التكلفة بتاعت الميكروسكوب انا هرجعها لكم. رجع لنا 15,000 من العملية، واوريدي احنا كنا عملنا تسجيل خروج من المستشفى واجراءات الخروج من المستشفى وكنا مشينا من المستشفى وما عندناش ثقة فيه نهائي. توجهنا لمركز أشعة قصاد المستشفى اسمه مركز النيل للأشعة. عملنا لماما أشعة، طلع تقرير الرنين المغناطيسي تاني يوم بإن ماما لم يتم استئصال الغضاريف وأصاب الأم الجافية ورممها. كلمنا الدكتور قلنا له دكتور هو حضرتك عملت العملية؟ يقول لنا عملت العملية. يعني حضرتك متأكد؟ متأكد. حضرتك ايه هي الأم الجافية وايه أضرارها وايه مضاعفاتها؟ طبعا بيطمنا. لما عملنا سيرش على الأم الجافية ديت لقيناها خلايا وأنسجة متصلة بالعمود الفقري والمخ. روحت البيت طبعا ابتدى يبان عليها المضاعفات والآثار الجانبية بتاعت إصابة الأم الجافية، وابتدت ترتعش وترتجف وتخرف، والنطق عندها يتقل، وابتدى يتهيأ لها حاجات، بتمشي وبتطير، وابتدت حالتها تستاء جدا. كل ده طبعا احنا بنحاول نتواصل مع الدكتور وهو ولا بيرد علينا ولا بيطمنا، وبيحول المكالمات على ممرضين والسكرتارية ومسؤول السوشيال ميديا وبيتهرب مننا. ولما بيرد علينا من أرقام غريبة بيقول لنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده؟ ماما حالتها كانت بتزداد سوء يوم عن التاني لغاية ما طلع لها جنب الجرح ورم، والورم ده عمل خراج. الخراج ده حرفيا كان بينزل شلال من الصديد.
شلال. حرفيا احنا كنا بنفتح كيس القطن نحطه تحت الخراج علشان البحر بتاع الصديد اللي نازل من ظهر ماما. كل يوم والتاني ماما كانت حالتها بتزداد سوء، وبنلف على الدكاترة بالأشعة، وماما قاعدة في البيت لأن ماما يعني كانت فاقدة الحركة تماما وأصيبت بالشلل. ومن وقت ما كنا في المستشفى ونيجي ندخلها الحمام ونخرجها من الحمام، احنا كنا بننادي الممرضين علشان يشيلوها معانا ويدخلوها ويخرجوها. رحنا لكذا دكتور، ما يعادل من 5 ل6 دكاترة بالورق بتاع ماما. الدكاترة كلها اجمعت ان ماما الغضاريف لم تستأصل وفي اصابة في الام الجافية، والام الجافية مرممة. رحنا خدنا ماما من البيت وبقينا نلف بيها على المستشفيات الخاصة، عايزين نسكنها مستشفى لان حالتها كانت صعبة جدا وبترتعش وبترتجف وبترجع، وحالتها كانت صعبة جدا جدا، ممتنع عن الاكل. كل المستشفيات رفضت حالتها وقالوا ان الدكتور اللي عمل لها العملية والجرح اولى بيها. رحنا مستشفى معهد ناصر، رفضوا الحالة ورفضت حتى العيادات الخارجية ان هي تاخد الورق بتاع ماما تطلع عليه. طبعا كل ده بنلف بماما بنشيلها وبنحطها لان ماما اصيبت بالشلل، ماما ما بتتحركش. ماما روحت البيت حالتها ابتدت تزداد سوء بشكل غير طبيعي. تواصلنا مع الدكتور من رقم تاني وقلنا له حالة ماما سيئة جدا، لو عندك إنسانية أو رحمة حاول تلحق ماما بأي شكل. دخلها مستشفى معهد ناصر على اسم دكتور اسمه أحمد بسيوني، دكتور غيره، وهو اختفى من الصورة تماما. أول ما دخلت المستشفى ماما اتشخصت التهاب نيكروزي. قعدنا 5 ساعات في الطوارئ، ماما قاعدة مستنية سرير. دفعنا مبالغ رهيبة علشان خاطر ماما تتسكن في مستشفى وتقعد. بعد 5 ساعات ماما دخلت الجناح العام، قعدت في الجناح العام يوم 3/6 ويوم 4/6. يوم 5/6 ابتدينا ننقلها للجناح الاستثماري، الجناح الVIP، عشان الرعاية تبقى اكتر. ماما دخلت الجناح الاستثماري، حرفيا احنا كنا بنتحايل على الممرضين عشان يدخلوا يشوفوها. ماما داخله المستشفى الهيموجلوبين 8 والسكر كان 460 و500 و520 كمان. كنا بنتحايل على الدكاتره يدخلوا يدولها الانسولين ويقيسوا لها الضغط ويتابعوا حالتها. طبعا الكلام ده كله قبل العيد بتاع الاضحى، والدكاتره كلها كانت خدت اجازه. ماما حالتها اتدهورت تماما لغايه ما دخلت الرعايه المركزه أول يوم العيد الساعة 2 الظهر. حصل لها توقف في القلب الساعة 6 المغرب. اتصلوا بينا الساعة 7:30 8 من مستشفى معهد ناصر بيطلبوا مننا الورق بتاع ماما علشان خاطر حصل لها توقف في القلب، وادولها 10 سنتي ادرينالين وعملوا لها صدمات كهربائية علشان ينشطوا القلب تاني. وحالة ماما ما كانتش مستجيبة خالص، واعلنوا الوفاة الساعة 10 اول يوم العيد. اول يوم العيد ماما ماتت. احنا كنا بنغسل ماما اول يوم العيد، كفناها ودفناها، وده كان العيد بالنسبة لنا، وهو كان ولا على باله وكان بيقضي العيد بتاعه عادي جدا. انا بحذر كل الناس من التعامل معاه لان ده شخص لا يؤتمن. احذروا التعامل مع دكتور محمود زكريا الغريب، دكتور ما عندوش امانة ولا عنده ضمير.